لو لسه متابع السلسله اللي احنا عاملينها يبقى الفيديو ده بتاعك. جهز كوبايه القهوه بتاعتك وخليك معايا، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في قناتكم مساحه اونلاين. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجه جديده في برنامج سيفل 3 دي او الكاد، ان شاء الله تقدر تستخدمه في الاثنين. مش هنطول عليكم، خلينا ندخل على الفيديو على طول، فخليك معايا. البرنامج فتح معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا دلوقتي عايز اعمل امبورت لصفحه عندي PDF انزلها عندي على الكاد او على السيفل. طب ادخلها منين؟ هدخل عندي على حاجه اسمها انسيرت، اضغط كليك عليه هيفتح لي الصفحه ده بالنسبه للسيفل 3 دي. اختار من هنا امبورت، هيفتح لي البراوزر عندي، ابدا اختار اللوحه اللي انا عايزها ويظهر لي التفاصيل بتاعتها. هي دي اللوحه، ايوه هي دي اللوحه اللي انا عايز. اقول له اوبن، هيفتح معايا الصفحه اللي قدامكم دي. طيب الصفحه دي ايه اللي انا اقدر احتاجه فيها وايه اللي انا هتكلم فيه؟ انا هتكلم عن الجزئيه اللي فيها اللايرز، وهتكلم عن الجزئيه اللي فيها اللي هي الامبورت اوبشنز، تمام؟ لكن الجزئيه بتاعت PDF دي انا مش هلعب في حاجه فيها خالص، زي ما هي. وكده كده السكيل بتاعي انا هسيبه واحد علشان خاطر انا ما اعرفش التفاصيل بتاعت اللوحه بتاعتي هتبقى عامله ازاي. زائد موضوع الروتيشن، هل الصفحه اللي عندي او اللوحه اللي ظاهره عندي دي هحتاج ان انا اعمل لها روتيشن، انقلها زاويه. لو بصين هنا كده هتلاقي انك 90 درجه، 180، 270. هل هعوز ان انا الفها اعمل لها روتيت يعني او كده ولا لا؟ انا مش عاوز اعمل لها حاجه، فهسيبها زيرو زي ما هي، تمام؟ هنتكلم عن موضوع اللايرز عندي. هو هنا في اول اختيار ليك بيقول لك هل انت محتاج ان انت الجهاز عندك يعمل لك اللايرز بتاعتك، يعمل لك لاير PDF ويختار لك كل حاجه على حده، ولا انت هتعمل كرييت لللايرز بتاعتك، ولا انت هتسيب اخر لاير انت مسلك عليه عندك على اللوحه ينزل عليه كل الداتا بتاعتك؟ فانا هقول والله خليه يعمل لي عندي اللاير بتاعتي على حسب التفاصيل. تاني حاجه هتكلم فيها بالنسبه للامبورت اوبشنز عندي هنا. انا عندي بيبقى دايما لما بتفتح لي الصفحه بتاعت الامبورت PDF بيبقى ظاهر لي عندي سيلكت على الاثنين دول. طيب اول اختيار، طبعا انا بفضل انك ما تلعبش في اي اختيار من الاختيارين دول، زي ما هم. الاختيار الاولاني لو انا عاوز ان انا اسلك عليه، هو بيقول لي ان انا اعمل امبورت ليه واخلي الشكل كله عندي بلوك مقفول، ولا اسيبه مفصل زي ما هو، اللاير لوحده والبولي لاين لوحده والكلام ده كله. فانا هقول له والله لو انا سلكت عليه يبقى انا كده عايز الشكل كله بلوك. لو سبت الاختيار بتاعي مفتوح يبقى انا مش هعمل له بلوك، تمام؟ تاني اختيار عندي هو اللي هو الجوينت، يعمل لي زي دمج لللاير لللاين والارك، التفاصيل بتاعتها دي ان هو يدمج ليهم ولا لا. فانا هسيب الاختيار زي ما هو، مش هعدل فيه حاجه. ثالث اختيار عندي هنا بيقول لي ان الجزء الداخلي للشكل بتاعك معمول عليه هاتش، في تهشير عليه. عايز التهشير كله، وانا سلكت عليه كده هقول له خلي التهشير كله مقفول، يعني كل جزئيه خاصه لوحديها هنا كده، كل جزء خاص بده كده لوحده، يبقى التهشير كله عباره عن بلوك مع بعضيه. لو عملت سلكت عليه اقدر الغيه مره واحده. لو سبت الاختيار مفتوح يبقى انا هاجي اسلك على كل جزئيه معينه هيديني ان كل هاتش لوحده، تمام؟ الاختيار الثالث عندي هنا برضو انا هسيبه زي ما هو، مش هلعب في حاجه فيه. الاختيار الاخير ده انا لو سلكت عليه بقول له حاول انك تخمن لي كل لاير من اللايرات اللي موجوده او كل لاين من اللاينات اللي موجوده عندي. اللاين ده مثلا بتاع كونكريت، اللاين ده بتاع تهشير، اللاين ده بتاع دايمنشن، بحيث ان هو يعمل لي كل لاير زي ما انا اخترت عندي هنا ان هو خلاص اعمل لي كل لاير او كل لاين في لاير معين، كل جزئيه خاصه بيها في لاير معين، الهاتش في لاير، اللاينات في لاير، الارك في لاير، يبقى الكلام ده كله تمام. فانا والله لو سلكت عليها ان هو هيبدا يحدد لي بطريقه ايه ادق وافضل. طيب انا لو ما سلكتش عليها وسبت اللوحه زي ما هي كده برضو، سبت الاختيارين دول، لو قلنا اوكي على الوضع ده هيطلب مني ان انا احدد فين مكان اللوحه اللي هنزلها. فنزلت مكان اللوحه هنا كده. طبعا هيحمل معاك، بعد التحميل بتاعك هيظهر لك اللوحه بالشكل ده. لو خدت بالك شوف احنا عندنا كل جزئيه خاصه بالتهشير، بص عامله ازاي. شفت؟ خدت بالك من الجزئيه دي؟ كل تهشير مختلف عن الثاني، يعني كل واحد خاص بحاله. طب لو انا حبيت ان انا اعمل لوحه ثانيه هنا كده واقول له امبورت واختار اللوحه عندي واقول له اوبن واقول له والله انا عايزك انك تعمل لي التهشير بتاعي كله يبقى مع بعضيه بحيث ان انا اقدر اسلك عليه مره واحده، واقول له اوكي. فين مكان اللوحه؟ مكان اللوحه هنا. هيحمل معايا تحت هنا خلاص. بعد التحميل تفتح لي الصفحه بتاعتي او اللوحه بتاعتي اللي انا اخترتها. بعد ما تفتح لي لما اجي بقى اسلك على اي جزئيه من هنا، خدت بالك ده بيسهل عليا وانا عايز ان انا اعمل سيلكت على اي جزئيه والغي مره واحده، هيبقى الاختيار بتاعي سهل شويه وادق، ما ياخدش معايا وقت كتير ان انا اسلك على اي حاجه واقول لها ديليت سهله. لكن في اللوحه الاولانيه لما انا عملت سيلكت اصبح ان انا عندي كل تفصيله لوحدها فهتاخد وقت معايا. طيب لو عملنا لوحه ثالثه ودخلنا قلنا امبورت واخترنا الشكل بتاعنا اوبن، خلاص تمام، قلت له انا عايز الشكل بتاعي بلوك وقلت له اوكي، وده مكان الرسمه بتاعتي. هيحمل برده كالعاده، يفتح معايا الشكل بتاعي، فتح معايا الشكل، اجي اعمل سيلكت على اي حاجه الشكل كله بلوك. فطبعا انا مش محتاج يبقى كله بلوك، يبقى التفضيل ليا ان انا لما اختار الشكل بتاعي يبقى سلس معايا من غير ما يبقى بلوك، بحيث ان انا اقدر امسح اللي انا عايزه في اللوحه واقدر ان انا اعدل بالطريقه اللي تريحني. طيب هنتكلم عن جزئيه مهمه جدا دلوقتي، ركز معايا.
واهم حاجه القهوه. ركز معايا في الجزئيه دي. انا عندي دلوقتي خلاص الشكل بتاعي عندي بيقول لي ان العرض بتاع ده بتاع الجزئيه او القطاع اللي عندي ده 6 متر، 6000 ملم. طيب انا اشيك على العرض بتاعي ده هل هو فعلا كده بعد ما نزلت ولا لا. لما اجي اسلك عندي كده اشيك عليه، لقيت ان انا عندي ان هو بيقول لي 200.004. طيب والمفروض ان هو يبقى 6000. طب انا اعمل ايه؟ اعدل الكلام ده كله ازاي؟ يا اما انا عندي ان انا افتح في السيرش عندي اجيب الكالكوليتر هنا بتاعي، اجيب لها الحاسبه واشتغل عليها، او يا اما من خلال البرنامج ادخل هنا اكتب كالكوليت هنا يفتح لي الاله الحاسبه بتاعتي وابدا اشتغل من خلالها. التفضيل ان انا افتح دي عشان لما اجي ان انا اعمل اي اختيار لاي حاجه يفضل عندي الاله الحاسبه مفتوحه قدامي فاختار الرقم اللي انا عايزه. طيب هعدل ازاي؟ اجيب انا عندي المفروض ان هو يبقى الطبيعي بتاعي 6000 ملم يعني 6 متر، اروح كاتب عندي هنا في الاله الحاسبه 6 واقسمها على الرقم اللي ظهر لي هنا اللي هو 200 بوينت، اختار هنا بس الاول كده التحديد 200.004 واقول له انتر يساوي هيديك الرقم ده. اروح انا محدد الشكل بتاعي بالكامل واعمل سي اس مسطره واجي في الكورنر اروح عامل كده بوينت، الشكل معايا يبدا يتحرك تمام. كنترول ال عشان يبقى مثبت معايا اللاين بتاعي او اف 8 واروح كاتب عندي ان انا هغير حجم الشكل بتاعي بدل من انا هقول له مثلا 1.5 فيكبر، لا ده انا بوينت ورقم، يبقى انا عايز يقلل يصغر لي الحجم بتاعي عشان يوصل ل 6 متر. هكتب له الرقم اللي قدامي ده اللي هو 0.02 1 2 3 4 4 9 4 انتر. الشكل بتاعي صغر. طيب اجي اشيك، انتوا خدت بالكم في الاولاني ده كده الدايمنشن كان ظاهر عندي 200.004 هو اتغير تلقائي. طيب اشيك على اي جزئيه هنا كده تاني، دي مثلا نتكلم في 12 متر مثلا من اول لاخر، فنشيك على هنا كده ونجيب لحد الاخر عندي تمام قد ايه 12 وملي. المهم ان هو حتى لو في نسبه خطا بتبقى نسبه خطا بسيطه جدا، ولكن انا جبت لوحه بي دي اف نزلتها عندي على السيفت او على الكاد وقدرت ان انا اغير في مقياس الرسم بتاعي او في السكيل بتاعي وان انا اعدل فيها بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. وعلى نفس المنوال لو انا حبيت برضو الكاد بنفس الطريقه برضو ادخل على انسيرت وامبورت واقبل نفس الطريقه بالظبط. الكاد او السيفل الاثنين مقربين جدا لبعض ولكن بتختلف عنهم بعض الاوامر وبعض التفاصيل. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش دعمك لينا بلايك وسبسكرايب وانك تفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش الشير والدال على الخير كفاعله. ولو عندنا اي اخطاء رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، ولو عايز نعمل لك فيديو معين ممكن تسيب الكلام ده كله في الكومنتات ان شاء الله وهنرد عليك. ولو حابب تتواصل معانا من خلال الواتساب برضه هيظهر لك الرقم تقدر تتواصل معانا ونحاول نساعدك في مشكلتك او نحاول نعمل لك الفيديو اللي انت عايزه. وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت وتتابعنا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. شكرا ليكم ونشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.